سادتنا المشاهدين ايضا من داخل ملعب الشهيد مهدي دخان الاستاذ الكبير ابو صقر، حياك الله. الله يحييك ومشكورين على هالاستضافه، واحنا سعداء ان موجودين في هذه المدينه التاريخيه اللي كما قيل لي اخرجت نجوم كثر في للمنتخب العراقي الكبير الحقيقه، واللاعبين اللي احنا نعرفهم من المجموعات اللي لعبنا ضدها وشجعناها، وايضا شفناهم في وسائل الاعلام الان، اعلاميين وصحفيين من هذه المدينه الجميله. نعم، احنا حتى نختصر الموضوع اليوم من خلال نظرتكم للفرق الشعبيه اللي هي اخرجت النجوم برايك. طبعا احنا خرجنا من هذه الملاعب، احنا لعبنا في هالملاعب، وهذه يعني نشجعها ومحببه لنا، ودائما وابدا باستمرار الملاعب الترابيه هي منبع اللاعبين والمواهب. نعم، انت برايك اليوم كنظرتك للدوريات العراقيه اكو اوجه تشابه اليوم بين الفرق الشعبيه والدوري العراقي رايك؟ والله طبعا يختلف النظام، النظام الكروي، النظام الكروي في الانديه يختلف عن ولكن من ناحيه الالتزام والانضباط. لا والله شيء حلو، يعني ترتيب حلو، نظام حلو، وتنسيق وحكام ولاعبين لبس متنوع، فلذلك تشوف كل شيء منظم ايضا داخل الملعب هنا. من خلال حضرتك كلمه اخيره تقولها للفرق الشعبيه. اول طبعا العراق ولاده، والعراق لها مواهب وموارد بشريه جباره في كل المحافل الدوليه اللي احنا شفناها وعرفناها. على الصعيد الرياضي العراق ولاده ولها لاعبين يعني تركوا اثر، ان كان اللي لحقنا عليهم بالستينات والسبعينات والثمانينات، اعتقد ان العراق يعني ستستمر ايضا، واليوم والله الحمد نشوف العراق مستقره وامنه، وبدت العراق تدخل في عالم الرياضه من جديد، وتصل الى نهائيات كاس العالم للشباب، والى الى 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 بطولات اسيا وغير اسيا، وذلك هذا دليل على انه الرياضه العراقيه اصبحت صحيه وفي جو صحي. ان شاء الله اتمنى لكم. شكرا لكم.